بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مروان البرنس، عضو في رابطة حماية الوطن والمواطن اللي ترأسها أخويا محمد علي الحمروني. وأنا أخوكم مروان، هذا أخوكم سيدي محرز العفيفة وتحومتنا، وإحنا رانا فهمتوا ولا معنا جينا نيابة عن الجماعة اللي معنا، باش نقولوا للشعب التونسي كل عام وانتم حيين بخير، والولاد الحومة الشعبية اللي احنا باش نتكلموا عليهم زاد نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله يا ربي تونس ترجع في الامن والامان، وان شاء الله بعد الليله ذي ان شاء الله نرتاحوا من النهضه ونرتاحوا من المشاكل نتاعها اللي غرقتنا فيها. الساعه قبل هذا كل نحب نقول لكم ان انا البارح مشيت غاديك الاعتصام، خرجت حكايه 4 العشيه، وصلت غاديك 4 العشيه، ريت معناها شي حاجه معناها تصوروش قداش عجبتني. معناها ممكن انا قاعد نتكلم في جماعه اللحوم الشعبيه في تونس كامله اللي ما راهوش، راهو المفروض راكم انتم كنتوا في المقدمه، خاطر تونس راهي مستحقه لاي واحد. معناها تونس مش مستحقه كل السياسيين وحدهم راهو ما نجموا يعملوا حتى شيء. راهو تونس مستحقه لاي انسان. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كي معناها عمل الفتوحات نتاعو ما عملش الفتوحات نتاعو بمعيه الناس هذوك المثقفين ولا الناس اللي تفسر القران، لا، عملها بمعيه الناس المجاهدين والناس اللي معناها كانوا في الكفر ودخلوا دين الاسلام، هم اللي كانت عندهم يد باش اتفتحت. وهذيك انا قاعد نقول لجماعه الحكومه الشعبيه ان شاء الله معناها يهديهم ربي ومعناها ويحسوا بتونس، معناها فهمت، راهو الاحساس هذا راهو من عند ربي، راهو تونس مستحقه لاي انسان. راهو سايب عليكم القهوه، سايب عليكم الرمي، خاطر توا انتم مش تعملوا قاعدين سياسه، معناها سياسه روحي ترحم من المات، هذه ما تفيدش. ننصح اخواتي الكل سيرتو في تونس، خاطر انا ريت رجال غاديك في تونس ياسر، ان شاء الله يكون معنا المفيد. نرجع لكم. مشيت انا غاديك لقينا معناها افواج وافواج وافواج. بورتون في السفاكس راهم نقولها معناها احقاقا الحق، معناها شيء ياسف. حكومه النهضه ما حبش تعطينا الكيران، هما خرجوا 50 كار وقت في السفاكس في الاعتصام في تونس وقتها. معناها فهمتوا المساندة الشرعيه، احنا ما كاينش حتى زوج كيران، ما كاينش، احنا واحد نجي على كرامتي انا، فهمت. العباد الكل جات على جيبها الخاص، معناها فهمتوا ولا، وما مسحقين حتى حد، وما نحبوا حتى حد، ونحبوا حتى عينا من عند حد. احنا ما نحبوش الشوكوطام هم يحبوا الشوكوطام، وتوا انا تو برا جاي كي تونس يجيبوا لهم الشوكوطام هذوما، فهمت. الله يرحمها. ديما في لقيت افواج، لقيت الرجال من قفصه وما ادراك من قفصه، من القروان، لقيت جماعه من المكناسي، من كابس بلاد الغنوشيه القبسيه، وانا متبرئين منه. لقيت برشا ناس معناها تعيط، فهمت ولا، في شعارات معناها تو رئيس الحكومه يرى في شعارات هذه، اذا كان معناها انت قول له رئيس الحكومه ولا رئيس الحزب راهي انت معناها صورتك تزعزعت معناها قدام الشعب، يسمك سيد اخرج على روحك، خاطر ما عادش ثم ثقه سحبت. المفيد ريت برشا ناس وتعرفت على برشا ناس، وحقيقه حق التوانسه الله يرحم والديهم معناها رحبوا بينا وواحد وكل شيء، حتى مشيت انا وراهم الناس هكا، معناها عملنا احنا نيابه على الجماعه اللي معايا هنا في الساكس، اما الله يرحم والديهم فرحوا بينا وشكينا فترة غاديك، فهمت ولا. واللي مرة انا زاد واحد زاد نحب نديله الشكر، وانا راني معناها كيما نقولوا راجل معناها، هذا اسمه هو الطاهر بن حسين نتاع الحوار، تلاقيت انا وياه وسلم عليا واعطاني برشا نصايح. راجل ولد ناس وراجل كبير، وراجل معناها بورتون برشا انا عامل عليه دي سيكونس معناها، هو يسبوا فيه ولا حاجه ولا ردوه باللي هو معناها معناها كيما نقولوا يدعم في العصيان. راجل كبير، راجل شو مصور، راجل راهو دولة وجاي معناها يحب تونس، فهمت ولا. وانا من الموقع هذا نقول له شكرا. وفي بالي احنا عندنا في الساكس ناس رجال، وعندنا ناس معناها ناس تحب تونس، وممكن انا عندي اخويا زاد محرز معناها يحب يقول لكم كلمه معناها بخصوص الكلام اللي قلته. والله يا اخويا ان شاء الله عليكم مبروك للتوانسه الكل، ان شاء الله كل عام حين بخير، وان شاء الله ثاني عيد ثالث عيد ما نلقاوش النهضه فهمتني، نرتاحوا منها اخويا. لا عملت لنا النهضه حتى شيء ولا فرحتنا بشيء، وقعدنا مهمشين نسيتو في صفاقس. ونشكر خويا مروان على الحكايه هذيا فهمتني، وانا خويا مساند مع خويا مروان، وان شاء الله ربي ينصرنا عليهم. وبالخصوص معناها الناس اللي قاعده توا، شوف احنا قاعدين توافد علينا برشا ناس، كل واحد انا نقول لهم ما اقراوا بجهه اخرى. النهضه قاعده سيدي، هذه حكومه النهضه هكا ولا حكومه النهضه، لا باش تقول احنا ظالمينها واحنا رانا كذا. باش نعطيهم انا ديزيكزومبل، واكزومبل زاد ساهلين. حكومه كهذه يا سيدي قاعده تجبد في اعراض الناس. ما فاتت خارجين صوره باجي قايد سبسي بروبه، تجيب صوره حمل همامي لابسينه سفسيري. احنا شيء اسف، حكومه تنكل
بالعباد في التلفز والاعلام يشوهوا في سمعتهم. وانا نقول لهم سيب عليكم هذيك راهو تعرف اعتبار النضج عامله اعتبار علوش العيد يذبح ويبدا يفرفط. هو سيد ذبح يبدا يفرفط خاطر هذيك هي النهايه نتاعو والنهايه بدات تقرب. بخصوص رابطات حمايه الثوره الحمد لله احنا في صفاقس معناها بدات تنقص الحركات نتاعهم وليزاكسيون نتاعهم بدات تنقص والحمد لله يا ربي بتضافر الشهود. ثم ناس فهمت فهمت ولا قاعده تنقز الحمد لله معناها احنا قاعدين واقفين. ونقول لكم رئيس صفاقس راهي سهله رئيس صفاقس صعيبه ياسر سورتو القاعده الاكبر في صفاقس كان فيها نهضه براسك ممكن 70% ممكن في تونس كامل 70%. تمام. احنا رانا قاعدين نشوف والله العظيم رانا مصورين ما حد شيء معنا هذا واحد. اما رانا احنا قاعدين نعمل في اكت كبيره برشا. احنا قاعدين في عقر دار النهضه قاعدين نتكلموا يا عباد في قراء النهضه راهي ماهيش ناس ماهيش مؤهله باش الدوله. احنا رانا نحبوا حكومه بكفء فيها كفاءات تكنوقراط باش تجم تخرج البلاد هذيا من قعر الزجاجه. شنو هذا يا اخوي؟ شنو فدينا ديكوتينا تخنقنا يا اخوي تخنقنا. واحنا ما نتكلمناش من فراغ رانا احنا نعرفوا روحنا عاش قاعدين نتكلموا والنشد التوانسه كلها تسمع فيها 24 ولايه نقول لهم ونقول سيرتو انا خاطر تصور احنا من نورمالمون الحي الشعبي والناس المعوزين اللي كيف نحنا واللي راهو معناها راهو ديكوتي اوبسكير من الدوله معناها سواء في حكومه بورقيبه ولا في حكومه بن علي ولا توصلنا النهضه نورمالمون احنا الاول نتكلموا خاطر يزي معناها نورمالمون احنا الشجعان احنا ولاد الحكومه الشعبيه انت تمشي هكا بصدرك واحد المفروض انت عمرك كامل مع غلطت غلطات المره هذه راك ماكش غلط. انا واحد من الناس غلطت غلطات الاف الغلطات غلطت ولكن نحب ننظف روحي انا تو نحب ننظف روحي نحب نطهر روحي من اللي عملته انا قبل. انا نحب نتكلم على الوطن شبيني ما عنديش حق انا مش وطني. علاه الوطني يحكر على كعبتين وكعبه؟ لا يا اخويا نجي شوف انت المناضلين والوطنيين الكبار كيما الشرايطي كيما مصباح الجربوعي كيما البشير بن سيره كيما الاخت مايا الجريبي كيما خويا نجيب صحيح مناضلين صح مثقفين. انا نحكي على الناس كيما هذوما كيما مصباح الجربوعي هذايا مش قاري كيما البشير بن سيره مش قاري ما كيما مثلا محمد الدغباجي ولكن ولاو مناضلين. نحبوا احنا الحكومه الشعبيه الكل تحتك بالناس المثقفين. نحبوا نعملوا قوه احنا على بعضنا نحبوا نعملوا قوه نحبوا نتكاتفوا احنا الاتحاد نتكاتفوا احنا الاتحاد باش نجموا نخرجوا النهضه راهي مش خارجه يا ولدي راهو النهضه الاعتصامات اللي تعملوا فيها تو اعتصامات راكم وقفتوا انتم في باردو ماهوش باش يحرك حتى شيء الناس والنهضه راهي عندها اغلاطه. وانا نتهم حقيقه النهضه كامله بالغباء السياسي. وانا شغلكم انا علاش؟ انا نرجعكم شوف بالتاريخ خاطر تو السياسي المحنك اللي بشد الدوله لازم يعرف اغلاط الماضي ولازم الانسان يقرا تاريخ باش يعرف تاريخ عبد الناصر كيفاش تاريخ السادات كيفاش تاريخ تيودور روزفلت كيفاش تاريخ ستالين تاريخ هتلر معناها الرؤساء اللي حكموا وتاريخ بورغيبيزم. اما هذول ما عندوش تاريخ وناهيك انه كان جاوا معرفوا تاريخ رغم كانوا هما عاملين سياسه كسحوا الراس معناها كسحوا الراس. لا نحبوا خط احمر اسمه يوسف السيسي خط احمر والحكومه خط احمر. كلام هذا انتم مش عملوا كيما معناها كيما فاصل بورقيبه جاء العرب قال لهم انتم مش يلزمنا ناخذوا طرف من خوذ وطالب هما معناها قال لهم خذوا معناها كيما نقولوا لا ماجوريتي من الدوله تاع الفلسطينيه هذه اللي كلت نصها واكثر من نصف اسرائيل خذوا هذيك وتطالب المفيد مجلس الامن يصدق عليها الطرف الثالث. لكن العرب لا بالغباء نتاعهم العرب يحبوا يعملوا المقوله الشهيره اللي قالها السيد الزعيم الروحي لحبيب بورقيبه قال لهم سياسه الكل ولا بلاش. النهضه كيف وقف لك لو عصاهم سياسه الكل ولا بلاش. شوف وين وصلت تونس وصلت استغفر الله العظيم وصلت فلسطين العصا. هذا من النهضه هكا عاملين سياسه الكل ولا بلاش معناها مش فينا معناها تو احنا طالبنا نحبوا نحلوا مجلس تاسيسي وطالب نحبوا نحلوا الحكومه. لا عندك لا الحكومه خط احمر خط احمر يعني معناها سياسه الكل ولا بلاش. صار لهم عندي ونقول زاد العباد اللي يجوا يقولوا نلعب في القهوه نلعب في الترهامين نقول ايه النهضه ما تطيحش النهضه ما تاخذش كم الدم يا ولدي فيكم. باش نعطيكم انا فازه تاريخيه وصلوا الناس اللي تعرف إرنستو تشي جيفارا بمعية الزعيم الكبير فيدل كاسترو كانوا متخبين في الارجنتين وكانوا يتدربوا ومشاو باش يحرروا كوبا اللي كان يحكم فيها الكولونيل باتيستا اللي كان مدعمته الولايات المتحدة الأمريكية وما أدرك في طنبق
المونديال وحكمت في العالم. قرر فيدل كاسترو وإرنستو تشي جيفارا باش يحاربوا القمع ويقهروا القمع ويقهروا الظلم اللي درسوا باتيستا، خرجوا باتيستا اللي ادعى فيه الولايات المتحده الامريكيه. احنا مش خرجوا النهضه، بن علي خرجوا ما ادرك، بن علي تو بن علي يا سيدي انا خرجوا الشعب يا اخي. بن علي مش الشرعيه نتاعو في 2014 يقولوا لي هيك ولا بحث ايش خرجوا تو تتكلموا عن الشرعيه؟ الشرعيه راه من غير شعب، ما هي الشرعيه راه ايش مبارك ماشي مبارك خرجوا مقبل الشرعيه نتاعو. الشرعيه خرج بورقيبه كي تعمل عليه انقلاب بن علي يا اخي. الشرعيه هذيك حب ينقذ، حتى نحب ننقذ البلاد، بدل يحب ينقذ البلاد احنا نحب ننقذ البلاد. قلت علاش هكا؟ علاش؟ معناها النهضه علاش وليت انت في موقع اتهام وقاعده تغلط في غلطات كبيره ياسر وقاعده تشوه في العباد كيما طاهر بن حسين شوه فيه كيما فلان فلاني كيما شيء يأسف. ثم احنا عندنا برشا رجال اعمال شخصيه وتوانسه، احنا عندنا برشا رجال اعمال شخصيه نقول عليهم بعد السيكونس الجايه بالاوراق وبالبراهين وبتصورهم مع بن علي وبتصورهم معناها مع التجمع الدستوري الديمقراطي وعندي وثائق ممثلين يوم يتعاونوا مع النهضه. في الايام كانوا بن علي واليوم يشطحوا للنهضه، لا شيء يحبوا يغطيوا الاغلاط نتاعهم ويحبوا يغطيوا الفسق اللي عملوه في عماد بن علي ويحبوا يطهروا رواحهم بالنهضه. انا نقول لهم معناها راكم تعملوا في الزايد واحنا نعرفوكم واحد واحد. انا نقول لهم ارجعوا للصواب. النهضه مش غطى عليكم خاطر مصلحتها، اما شوف النهضه كي جيت 5 سنين انت ايش باش تعمل في الشعب. النهضه قاعد تعمل عندها ثقافه كبيره ياسر حاب يجي فيها، ثقافه كبيره ياسر ثقافه القتل، ثقافه الغدر، ثقافه الحقد، الكره. عامله اعتبار اورديناتير في البيت وسط فيروس يعدم. هذه عملت فيروس دخلته في الدوله، الكره اسمه عدم الثقه في بعضنا، ما نثقوش بعضنا. النهضه قاعد تعمل فيها بوليتيك كبيره برشا. منين يجي فيها البوليتيك هذه اساسا؟ يجي فيها من ايران، يجي فيها من افغانستان، يجي فيها من جبال تورا بورا وما ادراك. احنا ما عندناش هذه، احنا ما عندناش حوجه دي، احنا ما عندناش. يا هو خلينا الانتهاكات اللي منين؟ الاغتيالات اللي منين؟ انا نورمالمون انا وقت اللي سمعت اللي ماتوا معناها الناس الشهداء الله يرحمهم، نقض الله يرحمه، شكر العيد الله يرحمه، وحمد البرامي رحمه الله عليه توفى، وجنودنا وبالعيد هذا نعيد على جنودنا اللي في جابس واللي في الشابه ما ادراك وفي اش نسيت البلايص القصرين اي ناس وشكون. والله فكر جماعه برشا المفيد ان نعزيهم من المواقع هذه ونقول لهم رحمه الله على شهدائكم وما تتبكوش زغرتوا، بالعكس زغرتوا عليهم. انا من 8 ولايات و8 هم جنود الله رحمه الله عليهم. زادوا جندي امس. صحيح. اي انسان قاعد اي انسان قاعد يموت وينتهك راهو شيء اسف. النهضه تقول لك انا خاطيني، خلينا احنا نقولوا انت خاطيك النهضه. الاغتيالات اللي كيفاش انت حكومه انت مش نعطيك انا حاجه كيفاش؟ بخلاف يا محسن ما حاجه وما يعرفوهاش العباد والعباد تسمع فيها. انا في مستوى ثقافي ثانيه ابتدائي دار ما نجمش يقربني هذاك علاش انحرفت انا. ماهوش بويا طبيب وامي طبيبه ولا امي سياسيه وابويا سياسي ولا ابويا فهمت ولا مقاول، لا احنا عشنا متشردين. لكن جاء الوقت نحب نطهر روحي، نحب ننظف روحي. فهمت؟ انا نحب تونس ومن حبك انا ما نحبش النهضه بس نحبها. ثم مش نعطيكم على حاجه يا ناس يا اخواتي الكل. اكبر راس عندنا دي مليار يطحنوا للنهضه. شوف واحنا زهوله فرنكلا وفقراء ما طحناش. سياسه تخرخيط السروال ما عندناش احنا. ما نحبوش الفلوس احنا. انا نحب نعيش عيشه كريمه، ما نحبش نهندم، ما نحبش نتقرر. ولا في بلادي بالله ما فاز انا حكينا فيها ساعه انا وياك. شغلكم عليها تو تفرحوا تونس الكل. وباش تعرفوا نهايه النهضه قريبه. انا نقول لكم اللي المؤسسه العسكريه راهي اقوى مؤسسه عندنا احنا، اقوى حتى من مصر واقوى حتى من اي دوله. الشرطه اللي عندنا احنا اقوى من سكوتلاند يارد من بتاع الانجلترا. وباش نقول لك علاش. اللي وقت الارواح مات بحث سي بن جدو قال راني اللي ثم عباد تحت مني نهضويين قاعدين يعتموا لهيك اللي برشا عباد فهمتوا ولا ارهابيين سكنوا في تونس وما شلق بهم حتى حد. وممكن ممكن ثم اطارات الدوله على البلاد، ولكن الاداره بتاع الشرطه مسيسه. ولكن والحمد لله تو 3 ايام اللي بن جدو عمل الخطاب نتاعو ولا 4 ايام وقت قال
هذه هي الشرطه اللي كان فهمت يتعامل بها بن علي، وكان يتعامل بها الزعيم بورقيبه، وكان يتعامل بها جمال عبد الناصر، وكان يتعامل بها السادات. الشرطه نتاع تونس وما ادراك. الشرطه الاصليه هذه هي اللي شوف انت هيك قداش واحد شد قداش واحد، ممكن شوف ايش كانوا يعملوا. انا نقول له الله يرحم والديكم وكل عام وانتم بخير. بالنسبه للجيش عندنا جيش قوي ياسر، انا نقول لهم كل عام وانتم بخير. يا خويا منعوا الشعب. وبرسمكم انا حتى كان صارت لي حاجه بالله بحب حتى بوليس يجيني وحتى جندي يجيني، والحمد لله يا ربي انا في وسط الاولاد وفي وسط الشعب وفي وسط الرجال والحمد لله. وش نقول لكم انا حاجه، راهو يا ناس اللي تحبوا تتكلموا عن تونس، راهو لا يفيدكم لا شرطه ولا يفيدكم لا جيش ولا يفيدكم حد شيء، يفيدكم كان ربي. انا نقول لكم علاش. سيدنا علي وما ادراك ما سيدنا علي، هو صلي قال الله اكبر وجا واحد ضربه من التالي اغتالوا. خاطر كندي وما ادراك من كندي عمل اكثر من 15000 جارد كور فوق ولوطه وتجهيزات وقتلوه. قلت لهم عارف شكون قتله؟ ما يعرفوش. معناها راهو الموت اذا كان كذا مش موت، راهو مش موت، ما تخافوش، راهو ربي فوق الناس الكل. ونقول لهم هذا، نقول لهم انا الاغتيالات ديالين انتم خاطيكم هاي علاش تعتموا به؟ معناها انتم قاعدين تحصلوا فيهم الارهابيين، تحصلوا فيهم. وعلاش انسحبتوا؟ ما نسحبوش، هذو ما عندناش سياسه كل البلاش. الناس مش قارين تاريخ، ما يعرفوش الاغراض الماضي، ما يفهموش في البلاد، يخمموا في المصالح نتاعهم. هذيك قتل مسطو. طب ليه تو نحكي انا حاجه. انا مصطفى بن جعفر ساعه يتكلم اليوم، احنا على فكره احنا رانا ليله العيد هذه ان شاء الله، غدوه العيد ان شاء الله يعم على تونس كامله، وان شاء الله اهل الشهداء الكل ان شاء الله زاد يوصل لهم العيد، ونقول لهم زغرتوا ما نقولوش تبكيوا. بلغه انت حكيت على الكراسي، النهضه مش تعمل سياسه الكل والبلاش، وهذيك هي اللي مش تكر عليها هي وتكر علينا احنا. معناها هي مش يا ناخذ الكل يا لا، وبالعكس ما عندهم غباء سياسي. نتهمكم بالغباء السياسي. انتم باللي تتكلموا نهار كامل او بن علي وما ادراكم بن علي. وقت اللي كان يقتل في العباد جاش مره قال عمل انترفيو قال نستبيحوا دمكم. لا قالش ماشي انت واحد من الشعب نتاعو جا قال نستبيح. فما كان نهضه قال تعمل هكا نستبيح. ورابطات حمايه الثوره هكا نستبيح. دي سيكونس باهي يا سيدي بخلاف. عاملين دي سيكونس يهربوا فيها بالعباد. جايبينها ناس عباقره يا عباد فيكم. عملتكم ناس عباقره في الشبكه الاجتماعيه هذه الفيسبوك قاعد تفجع في العباد. قول لي كيفاش؟ مره يجيبوا لك واحد في ليبيا ذبحوه وخرجوا له في راسه. مره يجيبوا لك واحد قصوا واحد يقول هذا الله اكبر الواحد. راهو ربي فوق العباد الكل. يا اخي انتم ماكمش الاسلام يا نهضه. والاسلام مش على يديكم انتم. بن علي كان ثم اسلام. في بن علي كان ثم جوامع. في عهد بورقيبه ما ادراك كان ثم جوامع. في عهد جمال عبد الناصر كان ثم جوامع، كان ثم حج، كان ثم زكاه. فيكم ماكمش انتم. ماكمش انتم جبتوا الاسلام من تونس. معناها تونس راهي بريئه منكم. تونس عمرها كانت النهضه، والنهضه عمرها كانت تونس. معناها انتم جيتوا الرجل سي انا والله العظيم لا كلمني جيت حكيت معك كلمتين وبرا ما نحب نتكلم. سي طارق بن حسين انتم تحكيوا بيه وعليه رجل مناضل هذاك ورجل معناها شنو معناها يا تبندر النهضه يا انت يا خاينه وانت بيك وعليك وليش الفروق نتاعي في الفيسبوك يسبوك. لا يا سيدي حاب نقول لكم انا حاجه، الناس اللي تبعوا في النهضه شوفوا وجهوا قدام، كونوا متفتحين. ايش باش تصوروا انتم النهضه؟ ثم واحد عمل سيكونس قال انتم تو معناها تو هكا تو معناها الناس معناها بتيارش يقولها تحبوا الشوكوطامه؟ ايش عود النهضه تحبوا الشوكوطام؟ نعطيهم تحبوا الشوكوطام نعطيهم شوكوطام. يسال فيهم هذا الشوكوطام والله يسال تحبوا الشوكوطام؟ ثم كلمه قالوها والله قتلتني بالضحك في تونس. قال لك لحظه وبلا نروح اعطيهم الشوكوطام. يا ودي يريد فيكم يا ودي فيكم راهو السياسه ونعود نقولها والدين ما يتقابلوش. احنا نهار كامل سي هذا الجوادي ما نجيب مليونين ما نجيب 200,000 وحضر روحكم وتتوعد في شكون يا ولدي؟ في شكون تتوعد انت؟ شكون انت به؟ والله ما مره سيدي قسمت بالله العظيم الجمعه اللي فاتت انا قاعد في داري في الشرفه نتاع داري ونرى على الاقل في 4 و5 جوامع قسمت بالله العظيم وراس هدايا العيد هدايا والله العظيم وانا نفرح بيه. كان ترى شو يحكيوا؟ تحريض في تحريض في تحريض. واعمل في البوق والله يبحث والله العظيم سمعتوا من هذا. انتم نهار كامل امس من الايام تقولوا في كيفاش بورقيبه عمل يجي الامام في اخر الخطبه نتاعو يقول وان شاء الله زعيم بورقيبه معناها يكون في احسن حاجه في نهايه خطبه الجمعه. في بن علي زاد يقول ان شاء الله اليوم قالوها قال المفتي ايش قال؟ قال تحيا رئيس الجمهوريه وتحيا ترجموه.
وعندكم اقدار. نهار كامل واحد عمل هكا والله اكبر الله اكبر على التوانسه. ها ودور في سلسله وجاي ما عندك وسلسله ونفلك ونقتل. قتلت الشعب يا العباد 8 ماتوا يا سيدي. تضرب فينا احنا تضرب في اخواتك. احنا توانسه كيفنا كيفك. مش مد يدك علينا شربحت انت تعطيني شربحت. باش نعطي تعطيك زوز باكوات شوكولاته مخرينا. يجي عندي انا توجيهك انا عندي ميليشيات توجيهك. وبخلي هذا محس. النهضه قاعده تحكي في لغه اخرى وشو نكته هذه نكته. قالت لك سي مروان البرنس ولا سي جماعته ولا اي انسان راهو مرتزق عطاوه فلوس. لا يا اخي مرتزق انا جي من مالي انا ولا من تشاد ولا من مدغشقر. انا شناقسي وتونسي ما عندي حق نتكلم عن النهضه ما نحبهاش. ايش فيكم انتم؟ معناها من حقه تو نعرف المرتزق جابوا العقيده مع عمر القذافي جابوا في ليبيا وصيف انا أصيب لا أصيب ايش أصيب هذا؟ جنسية تونسية ولا؟ ايش أصيب هذا؟ جنسية تونسية قال لك مرتزق أي إنسان يجي يقول النهضة مرتزق يا ودي سيب عليكم من اللغات هذه سيب عليكم فيكم سيب عليكم العقلية هذه راهي عقلية تعبة وأنتم راكم تعبين. شو مرتزق يعني؟ ما عنديش حق معناها أنا ما بكش من بلاد أخرى. أنا راني عندي حق كيفكم أنتم. أنا عندي حق بلي مرتين جاوي سيدي وراهم محرزية العبيدي تتوعد في العباد. المرأة عايشة أكثر من 25 سنة في الأوروب وفي فرنسا. وجات هنا 25 سنة مشاتش هنا مشاتش الجملة هي. جات قعدت كرسي قعدت فيه. أمهاتنا قاعدين تعبين والفقر قاتل تونس والعذاب. أنا نقول بحاجة النهضة تحسبوا الداخلية مرأة كل مرة تبات عند راجل تحسبوها مرأة كل مرة تبات عند سلطة ولا عند حكومة. لا تو جا الوقت الداخلية باش تاخذ موقف والموقف أنا نعرف وصل نعرف الداخلية خذت موقف وجاي زاد ما عمره كان تبع السلطة كان امرأة ولا كان حقيبة تحطها تمشي أي ولا كان أنا كما نقولوا مرات بات في أي سرير نتاع حكومة. لا تو جا جيش اللي بيجوا لي محايد المؤسسة اللي عندنا راهي مؤسسة شريفة والداخلية عندنا مؤسسة شريفة ثم غلط. أما لكن لا قاعدين يحطوا يا سي محرز في جماعة فهمت ولا اللاعبين هذوما اللي يسميهم بتكلم بالعربي ما نحضرهاش مفيد متشدين ياسر واللي عملوا واللي كانوا معنا في حوادث نتاع سليمان حاطينهم اطارات في المدارس يحبوا يخرجوا لنا يحبوا يردوا تونس طالبان. بدي فيقوا على روحكم تاع العباد قال 4 سنين بعد الباك ما خاش تخدم. فيقوا على روحكم النهضة عملت تكتيك كبير ياسر على سنين قاعد تقتل فينا التونسية تقتل الفن نتاع تونس تقتل الثقافة نتاع تونس قاعد تقتل فينا عرب بعد عرب. أما احنا رانا رجال وماناش راجعين. وأنا يكفيني فخر اللي برشا رجال أعمل في تونس كاملة الطحن للنهضة وأنا ما عنديش خويا ما عندوش وصحابنا اللي احنا مثلهم ما عندهمش وقفنا كونترهم ما نحبكمش عندنا آلاف إنسان ما يحبوكمش انتم الدين ما انتم الإسلام دين متاعنا والرسول رسولنا رغما عن أنفكم. حتى حد ما حدكم انتم موصيين على تونس حتى حد ابعز اكشوف بلاقي احكي له مش قاعد يصير في القهوه نتاعك لا باش قاعد كيش تدمر عباد ما بقاش متاكل هذا يا سيدي الكردي اكثر من مليون في العيد هذا عباد ما قد متاكل ما عندهاش مش تعيد اصلا. شكون غفلهم؟ لا نهضه لا وقفت لهم. النهضه على فكره بالله محرز قبل احنا كان عندنا صاله اسمها صاله البرار كانت قبل عاملين موعد افطار. انا واحد مسك كنت صغير والله العظيم كنت صغير كنت ناكل من غادي موش عيب الفخر موش عيب كنت ناكل من غادي نمشي انا وامي ناكل غادي شق فتره غادي ونهز العشاء نتاعي صحيح وربع ساعات نهز زوز عشاء باهي معناها انا متاسف برشا على الفقراء نتاعنا خاطر ما عادش ثم موعد افطار. واذا كان ثم موعد افطار وراهم مخبينا عاملين كعبتين وكعبه كان نصلي تبع النهضه تفضل شق فتره ماكش نهضر ما تدخلش. وهذا شيء يحزن. يا تهز القفه مع النهضه باش تاكل وتشرب يا تموت بالشر تو هكي واحنا رانا مش مرتزقه احنا رانا توانسه فهمت. اما النهضويين اللي قاعد تاخذوا الشوكوطون هم المرتزقه فهمت. وهذه تبع حاجه زاد حاب نقولها انا مشيت لبرشا ناس
المفيد تو انا هذا كلامنا تو احنا نقولوه قبل ما نختموا هذيا. انا نقول للشعب التونسي كامل ونقول لخيالنا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله يا ربي يعيدكم ويتعدى مبروك، وان شاء الله يا ربي النهضه تفهم روحها فهمت ولا وتنسحب من الحكومه. احنا ما قلناش يا خويا اخرج، خاطر ديما لك مش تخرج هكا ولا هكا مش تخرج. احنا ماذا بينا ان شاء الله فهمت ولا يعطيوا يقعدوا كحزب ويعطيوا يخلي يسلموا الحكومه للانسان كفء ولا اكثر لا اقل. انت عندك كلمه اخرى؟ والله ان شاء الله التوانسه كامله عيدهم مبروك ان شاء الله، والحمد لله اخويا، وربي يتمم علينا العيد بخير. الله وان شاء الله زاد جنودنا زاد ربي ان شاء الله يكونوا في الجنه، وان شاء الله نعيد على كل امراه فقدت ثكله فقدت ولدها واحد وان شاء الله الله يرحمهم. الله يرحمهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيا تونس من غير نهضه. النهضويين راني كل عام وانتم حيين بخير، وراني مش نعطيكم الشوكوطام، نعطيكم كردونه كامله شوكوطام. والسلام عليكم. تحيا تونس.